السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. في وحدة كانت تشتغل خادمة عند ناس في البر. يوم من الأيام أرسلوها يوم من الأيام مع بنتهم تتزوج، وفي البر ما عندهم يعني حمامات دورات مياه، فطالعة كذا في مكان خالي عشان تغتسل وتتجهز. راحت معها المكان الاغتسال، والبنت هذيك حطت ثيابها عندها الخادمة ويعني واختبأت حتى تغتسل. كان من ضمنها الثياب وشاح. الوشاح هو يعني قطعة حرير تلبس على البطن وفيها قطع من الذهب، هذا هو زينة العروس. طبعا الحرير هذا أحمر، ومع وجود الذهب عليه صار يلمع وعلى الأرض. فأقبلت حدأة. الحدأة نوع من الطير مثل النسر والصقر وغيره، وطبيعة هذه الطيور أنها تختطف الطعام بشكل سريع جدا. إذا رأت الطعام تجي بسرعة وتختطفه. فأقبلت الحدأة وظنت هذا قطعة لحم. الحدأة هذه بأقصى سرعة جت واختطفت الوشاح هذا اللي مزين بالحرير وطارت. والخادمة هذه تنظر المسكينة ما قدرت تدافع يعني. خرجت العروس من مغتسلها ولبست الثياب وقالت له: وين الوشاح؟ فقالت: أخذه طائر في السماء. قالت: إيش؟ قالت: يعني دوري كذبة أخرى، وش اللي جاء أخذه طائر في السماء؟ أنت أكيد أخفيتيه في مكان ولا اتفقت مع أحد يجي وتعطينه إياه وتبيعونه، وين جبتيه؟ وأخذت تضربها. أخذت المسكينة تبكي الخادمة وتقسم لها، وذيك ما تصدقها، حتى أقبل أهلها وسألوا، قال الخادمة: وين الوشاح؟ هذا أهم شيء في العرس. قالت: والله أخذه طائر في السماء. تقول: فضربوني وفتشوني حتى نزعوا ثيابي وفتشوني ما وجدوا شيئا وهم يضربوني. بينما هم يضربون إذ أقبلت الحدأة فوقهم هالطير ورمى عليهم الوشاح أمام أعينهم، فعلموا أنها صادقة. قالوا احنا اسفين وفعلا غلطنا. قالت: وين اصرف اسفين؟ هذه الضرب اللي جاني والظلم والقهر. قالوا: ماذا يرضيك؟ قالت: أن تعتقوني. كانت أمه مملوكة. قالت: أن تعتقوني، خلاص أصبح حرة. قالوا: خلاص أعتقناك. حملت متاعها وذهبت إلى أقرب مدينة، وهي مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودخلت وسكنت وتعرفت على الإسلام وأسلمت وصارت صحابية، وصارت تجي وتجلس عند عائشة رضي الله عنها. فكانت تنشد أحيانا وتقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فسألتها عائشة عن قصة البيت فأخبرتها. هذه الأمة السوداء الفقيرة اللي أصبحت حرة، قيل إنها هي التي كانت تأتي لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتقمه، يعني تكنس المسجد وتنظفه وكذا. قيل هذا يعني عند بعض الشراح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يراها أحيانا تجي وتنظف وتطلع وهو يحدث أصحابه. بعد فترة فقدها النبي عليه الصلاة والسلام، صار ما يراها. فسأل قال: أين الأمة السوداء التي كانت تقوم المسجد؟ وين هي يعني ما رأيتها؟ فقد. قالوا: يا رسول الله ماتت. قال: ماتت؟ أفلا كنتم آذنتموني؟ كيف ما خبرتموني؟ قالوا: ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك. يقول الراوي: وحقروا من شأنها، يعني قال: يا رسول الله ليش نزعجك في ظلمة الليل عشانها؟ يعني كأنهم يقولون ليست من أصحاب المقامات الكبرى. قال عليه الصلاة والسلام: لا، دلوني على قبرها. فمضى إلى المقبرة وصلى عليها وهي في قبرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدما صلى عليها وهي في قبرها، قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليه. هذا يدلك على أنك لا تحتقر أي عمل صالح تعمله وأي عمل خيري تؤديه. أسأل الله يتقبل مني ومنكم، في أمان الله.